مصطفى النهارده معاكم ان شاء الله حتى كمان يجاوب على كل الاسئله اللي تحتاجوها يعني. وان شاء الله حتى إيه، انا هحاول اظبط الموضوع ده من عندي ويبقى لنا قعده تانية كمان. قرر ده مره كمان تانية. نتكلم اكتر في موضوع الكونسبت ارت بشكل عام يعني. أكيد أكيد يعني مش عايزينها تبقى قاعدة واحدة مرة واحدة لا لأن لا لا. الموضوع يكون صغير. يعني إحنا اه لا يعني. النهاردة عاملين انترو صغنططة كده، ونشوف أسئلة أسئلتكم، استفساراتكم عن الموضوع، بحيث بس إيه نفتح لكم الأبواب. لكن مظبوط فعليا لو مظبوط إحنا هنخش نتعمق، لا ده بحر. يا جدعان، يعني مش قاعدة مظبوط واحدة هي اللي تخلص الموضوع ده خالص. مظبوط. انا حتى يعني انا كنت عامل برزنتيشن كان في يعني مضمونها ان هي تديكم فكره عامه. المصطلح نفسه عبارة عن إيه، يعني إيه كونسبت آرت، وبيدخل في مجالات عاملة إزاي. المجالات دي تستفيد منه إزاي، وأنت ككونسبت آرتست بقى بعدين في أي مجال، أو بالتحديد بقى أنا كنت مركز أكتر في مجال الفيديو جيمز يعني. بيبقى دورك عامل إزاي في البروسيس دي أو البايب لاين ده أو أو الفيلد ده. و... وانا برضو يعني وكمان الحلو ما شاء الله ان مصطفى مجهز برزنتيشن يعني تعتبر مكملة اللي أنا كنت عامله برضو نوعا ما. فالموضوع إن شاء الله مش هيبقى ناقص يعني. هو بس النهاردة ممكن نرحل الجزء بتاعي ليوم تاني أو حاجة زي كده. والنهاردة ممكن نبدأ بالجزء بتاع مصطفى إن شاء الله يعني. اللي تشوفه. عموما يعني ايه، خلينا نبدأ نتكلم اصلا عن الكونسبت ارت. ايه هو الكونسبت ارت يا جدعان؟ حد عايز؟ يعني انا ما بحبش اقعد نعمل محاضرة يبقى ايه، يبقى انا بس اللي اتكلم والمايك هو اللي معايا. احنا فخلينا نقضي ممكن احنا ممكن نبدأ الأول نعرض البرزنتيشن. البرزنتيشن. وقت ماشي، ما نسيب. نخلص الشرح بتاعها ناخد أسئلة الناس مثلا. حلو كده، نسيب اللي وصلنا له ده. هي آلاء مش موجودة النهاردة معانا باسم. عندها ضغط شغل وكده. اه. مم. طيب سؤال يا شباب، انتوا عايزين خلاص هنقعد هنا، مش هنبقى في الستريمينج ستيج صح؟ ماشي. آه خلاص بقى الناس كلها هنا. مفيش مشكلة في التشانل ككونكشن. مش مشكلة. خلاص زي الفل. طيب بنفكركم يا شباب ان كان في فورم كده عشان لو في سيشن بتاعت الفيدباك يبقى بوقته. لو حد يعني مهتم بالمجال ده وعامل ارت وورك معين، ممكن حتى ياخد انيشال فيدباك كده من مصطفى آه على لينك جوجل درايف. ابعتوا الحاجة في الشات يا شباب، هتلاقوها في البوست بتاعت اللي انا لسه بعته. وال- واللي عامل نيك نيم يا ريت يكتب اسمه الحقيقي بس بعد اذنكم. اه دي آه، تحب تشرح منها على طول؟ تشرح منها انت على طول. ممكن ابتدي بيها وانت موجود معانا يعني. فانا ممكن طيب. اشتغل لك زي الهاندلر، وانت اقرا على طول. عيش انا ما حياتك. كنتش عايز والله نضطر للموقف ده، بس ماشي يعني مش مشكله، خلينا طب حتى بص، نستفاد بالوقت هستأذنكوا دقيقتين ونفيد الناس. بالظبط، اجيب كوبايه ميه واجي. عموما طيب طيب يعني خد وقت. انا مش ممكن هلاقي. ابدا اتكلم عن تبتدي بالسلايد طيب. بتاعت احمد. عشان بسم الله الرحمن الرحيم الاول. أبو عمر طبعا. وانا من اسكندريه ودخلت فنون جميله القاهره. دي كانت بدايه يعني ارتباطي بالارت عموما بشكل رسمي. انا خريج فنون جميله 2010. وبدات يعني شغلي في المجال الفني عموما من 2008 كجرافيك ديزاينر. بعدين عملت زي شيفت كده بسيط
لمجال الالعاب بالصدفه البحته. طبعا انا يعني الكارير بتاعي معظمه كله قايم على التوفيق، يعني اكتر منه قرارات مدروسه او خطه مدروسه يعني. آه، كان عندي فرصه ان ادخل المجال ده في 2012. اشتغلت في استوديو كان مختص كان زمان كان في كان لسه في الفيسبوك بيعمل ويب جيمز. البلاتفورم نفسه الفيسبوك نفسه كان لسه في الوقت ده بيشتغل على ان هو يعمل جيمز اونلاين. اه بس فقعدت في الاستوديو تقريبا كان سنة. بعدين انتقلت لاستوديو تاني في 2013. اشتغلت على موبايل جيم. قعدنا في البروجكت ده تقريبا سنة واربع شهور. دي برضو كان بالنسبة لي زي ليفل اب كده، ان انا بزيد في خبرة الشغل جوه مجال الالعاب. اني اشتغلت في فيسبوك ويب جيمز او فيسبوك جيمز، ده على بلاتفورم ويب سايت، بلاتفورم يعني. وكانت التجربة اللي بعدها كموبايل جيم، فخدت الموضوع من زاويتين يعني. آه، والحمد لله برضو كانت تجربة إلى حد ما كويسة يعني بالنسبة لي، اتعلمت فيها كتير طبعا. وبعدها انتقلت بقى، كانت تجربة تالتة في 2014 على بي سي جيم بروجكت يعني. آه، ده كان يعني دي خلاصة خبرتي في مجال الألعاب كفول تايم في مصر. طبعا الصدفة يعني إن أنا جالي الفرص دي أصلا في مصر في الوقت ده. كمان كان لسه المجال الألعاب مش مزدهر زي دلوقتي نوعا ما. طبعا يعني الواقع، دي ممكن حتى احنا نبقى نرجع نتكلم في النقطة دي تاني خلال السيشن النهارده. ان الواقع طبعا بيقول لك ان المجال بتاع الجيمز في مصر مش المجال اللي هيبقى فيه آه، عائد مادي كويس كارتست انت تعرف تعيش منه. الواقع هيقول لك ان لا، انت هتحتاج طبعا ترجع تاني تشتغل في مجال فيه عائد مادي مستقر وثابت. هو طبعا هيكون مجال الدعاية والاعلان. فبالتالي رجعت تاني للمجال ده في 2014، وفضلت في المجال ده بقى لحد وقتنا الحالي بشكل ما اون اند اوف يعني، باختلاف المسميات. يعني انا بدات في المجال الدعايه والاعلان كسينيور الستريتور، بشتغل على مشاريع للموشن جرافيكس معظمها في الموشن جرافيكس والالستريشن فور ادفرتايزنج. وبدات ان انا بقى استغل الباك جراوند بتاعت الجرافيك ديزاين بتاعتي، ان انا اعمل كومباينيشن كده ما بين الالستريشن والجرافيك ديزاين، ان انا اقدر اشتغل على مشاريع تخص الدعايه والاعلان. وعملت ليفل اب يعني في الكارير نوعا ما، ان انا انتقلت من كسين الستريتور ل ارت دايركتور. ان أنا اقدر امانج تيم في سكيلز مختلفه. ممكن يبقى انيميتور، الستريتور، جرافيك ديزاينر، 3 دي ارتست، ونقدر نطلع كواليتي بروجكت يعني مع بعض. سواء بقى كنت انا دايركت كونتاكت مع العميل، او يبقى من خلال استوديو او شركه يعني. ده سريعا جدا كده خلاصة تجربتي في المجال الفني. اه طبعا يعني بجانب بقى يعني شغلي كفول تايم في مجال الادفرتايزنج. كنت بحاول ان انا انمي السكيل بتاعتي في المجال اللي انا فيه شغف عندي اوريدي، اللي هو الكونسبت ارت. هو الشغف ده بدأ طبعا من اول يوم ليا شفت كاركتر انا عامل له ديزاين، شفته بيتحرك جوه جيم. آه، ده انا فاكر يعني اللحظه دي تقريبا هي لحظه بالنسبه لي ما اتنسيتش. بس ان هو اليوم ده هو ده اللي انا عايز اعمله لاخر وقت في عمري. بغض النظر طبعا يعني القرار ده منطقي او مش منطقي او ايا كان. بس اكتشفت اليوم ده هو ده الشغف بتاعي، ده اللي انا عايز اعمله على طول. فكنت بحاول بجانب بقى شغلي في الادفرتايزنج ان انا انمي السكيل بتاعتي في الكونسبت ارت كل يوم على قد ما اقدر، على قد ما اقدر. سواء ببيرسونال بروجكتس، او ان انا اقدر اوصل لفريلانسنج جيجز يعني زي ما بيقولوا. ان انا اقدر اخد مثلا فريلانس من كلاينت هنا كلاينت هنا، سواء جوه مصر او بره مصر. سبحان الله يعني الحمد لله ان انا قدرت انجح في ده.
بالليفل اوف سكيل بتاعي اللي هو لسه مش احسن حاجه، الخبره بتاعتي اللي لسه مش احسن حاجه. قدرت ان انا اوصل لعدد من العملاء معقول جدا، بعدد بروجكتس معقول جدا، وبتكلفه انا شايف ان هي منافسه للناس اوريدي اللي هي سابقانا احنا في المجال ده. بس يعني ده كده سريعا جدا. آه ماشي يا مصطفى، ممكن بعد اذنك ننزل بعده. السلايد اللي بعده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كده هنبدأ ايه نتكلم عن الموضوع بشكل عام، ايه هو الكونسبت ارت. طبعا زي ما مكتوب، احنا حتى كمان ممكن نشير البرزنتيشن دي معاكم بعد السيشن، بحيث ان ترجعوا لها لو احتجتوا فيها معلومات يعني. هو الكونسبت ارت بشكل عام، او ممكن نتكلم حتى كمصطلح التاني اللي ممكن يتم استخدامه المرادف ليه اللي هو الفيجوال ديفلوبمنت يعني. هي مرحلة أنت بتحول منها فكرة مكتوبة لفكرة مرئية. آه، الفكرة المكتوبة دي ممكن تكون موجودة في فيلم، موجودة في لعبة، في جيم، موجودة في عمل مسرحي، موجودة في إعلان، موجودة في تصميم لمبنى معماري. ده اللي احنا كمان لسه هنشوفه في باقي السلايدز. بس عموما هي فكرة إن احنا عندنا دلوقتي، مش عايزين نقول ان هي، هو طبعا بيقولوا ان هي يعني كونسبت ارت فيها معناها بروبلم سولفنج، لكن احنا يعني انا مفهومي ليه ان انا عندي رؤيه مكتوبه بيجي لي بيها مثلا ايميل، او انا نفسي عندي رؤيه لحاجه انا كاتبها محتاج اشوفها على الحقيقه، فبحول الرؤيه دي من مرادف مكتوب لمرادف مرئي. عشان اقدر امشي في البروسيس دي لازم يبقى عندي كي ووردز معينه مستخلصه من الرؤيه المكتوبه، بحيث ان هي تقدر تساعدني ان انا اعمل الريسيرش بتاعي بيزد على الكي ووردز دي، وابدا اجمع منها مصادر مرئيه. من المصادر المرئيه دي بتسهل عليا مراحل التنفيذ. آم، طبعا احنا بالنسبه احنا بنتكلم عن مخصصين، او انا مخصص السيشن عن الفيديو جيمز تحديدا في الكونسبت ارت، او كونسبت ارت في الفيديو جيمز يعني. بيشمل عندنا في الكونسبت ارت في الفيديو جيمز الكاركترز، الانفايرمنتس، الكاركترز اللي هي الشخصيات، الانفايرمنتس اللي هي البيئه اللي بيعيش فيها الشخصيات دي، ولو في كمان معانا كريتشرز اللي هي مخلوقات بتبقى بتجمع ما بين صفات الحيوانيه او الادميه، او حتى العناصر الطبيعه اللي موجوده حوالينا. آه، ده يعني بشكل عام يعني فكره الكونسبت ارت او مصطلح الكونسبت ارت. طيب الكونسبت ارت كمان ليه مواصفات، يعني ان هو مش بالتحديد لازم يكون هاي بولش، لان هو مهمته مش ان هو يكون يدي صورة ايمج جميلة تتباع، ان هو الهدف بتاعه مش الكاستمر او الكونسيومر. الكونسبت ارت هدفه ان هو يساعد الورك فلو داخل اي مكان عمل، هو بيبقى مرحلة مبدئية لأي مكان عمل. فزي ما احنا بنقول الكونسبت ارت مش ما يشترطش خالص ان هو يكون هاي بولشد يعني صورة متكاملة الرؤية، لأن هدفها مش إن هي تبقى تاخد ابريشيشن من الكونسيومر أو اليوزر أو أيا كان المتلقي. الكونسبت ارت هو هدفه مساعدة البايب لاين او الورك فلو ان هو يوصل للفاينل برودكت بتاعه. هو مرحله مبدئيه من مراحل تجهيز العمل نفسه، وليست المرحله النهائيه. عشان كده ما يشترطش خالص ان هي تكون ايمج شكلها حلو جدا. طبعا يعني الليفل اوف ديتيل او الليفل اوف بولشنج ده بيختلف من مجال للتاني، بيختلف برضو من هدف للتاني. ده برضو احنا بنشوفه معانا في باقي السلايدز يعني. زي ما احنا قلنا في باقي خصائص الكونسبت ارت ان هو يساعد باقي البايب لاين بتاع او باقي فرق عمل
البرودكشن على النتيجه النهائيه، سواء كانوا بقى 3 دي ارتست، كانوا ديفلوبرز، كانوا انيميتورز. ده برضه هنشوفه معانا في السلايدز الجايه. ماشي مصطفى، بعد اذنك يمكن. اكيد اكيد، تسلم طبعا يا احمد على المقدمه الجميله دي. لا لا، وفعلا انا بحاول يعني اقرا اللي انا كاتبه يعني، انا مش عشان ما الموضوع ما يوسعش مني. وطبعا يعني اتفق مع احمد في كل اللي قاله. آه، كان برضه يعني هقول ايه، انا بالنسبه لي الكونسبت ارت يعني هو فعليا زي ما احمد بيحاول يقول، هو بيبقى الجايد لاين او الجايد بوك للفيجوال، ونقطة التحول اللي بيحصل فيها، اللي بيحول فيها أي مشروع من صورة مكتوبة أو وصف مكتوب لصورة مرئية. هو ده فعليا الهدف الأساسي في الكونسبت ارت، إن أنت تحول تصور مكتوب لتصور مرئي. كلمة مرئي هنا بتوصل بقى بشكل الفيجوال لانجوج، ومدى مهارتك في الفيجوال لانجوج هي دي اللي بتحدد مدى كفاءتك كفنان عشان توصل المعلومة. يعني يمكن كلمة فيجوال لانجوج ما هياش برضه مش مصطلح، مش عارف اقولها ازاي يعني. ناس كتيرة ما اختلطتش بكلمة فيجوال لانجوج إلا لو هما مثلا عندهم كم معين من الدراسة الأكاديمية. يعني تخيل كده معايا لو واحد الكاتب، لما انت تحب تدون معلومة الكاتب بيكتب في نوتة. طيب ال... بيرسم صغير، بيعمل سكتشات كده صغننه، بيرسم. هي دي انت ممكن بشخبطه صغيره تدون المعلومه دي زي ما الكاتب او البني ادم العادي اللي بيستعمل اللغه المكتوبه ان هو بيدون معلومات. فهي دي ابسط صوره للفيجوال لانجوج، ان انت بتسجل معلومات في صوره مرئيه وبتكون منها حواديت ومعلومات تقود بيها المشروع ده في شكل منظور اكتر ما هو مكتوب. ده بيخلق نفق يحدد شكل التصور او الصوره بتاعه العمل الفني المكتوب ده، بحيث يعني انت تتخيل الناس، شخصيات العالم اللي جوه الادوات اللي بيستعملوها بشكل ونمط معين. يعني هقول لك على حاجه، سبب في مثال حلو قوي، ممكن اغلبنا هنا لو قرا كتب مثلا سلسله هاري بوتر قبل ما يشوف الفيلم، هتلاقي ان كل واحد لو جيت سألته شكل هاري بوتر او شكل الشخصيات من جوه المسلسل عاملة ازاي يختلفوا عليها. لكن بمجرد ما العمل اتحول من صيغة مكتوبة لصيغة مرئية في فيلم، لو انت جيت سألت مثلا 99% من الناس اللي قرت الرواية بعد ما شافت الفيلم او شافت الصورة المرئية شكل مثلا الشخصيات عامل ازاي، هيتخيل فعليا شكل الممثلين، هيتذكر صورة الممثلين. وهو ده فكرة النفق البصري او الحل البصري اللي بيتكون بسبب تحول ما بين النص للصورة. طبعا انا مش عايز اطول في النقطة دي قوي، لكن ده مرجع بسيط كده لموضوع الكونسبت ارت، وهنقل على طول على السلايد اللي بعدها عشان ما اطولش. يعني احنا كده كده طبعا، لسه حتى يعني في برزنتيشن تاني مصطفى مجهزها كمان لشق مختلف عن، او يعني مكمل اللي احنا هنقوله في البرزنتيشن دي. طيب نكمل. من بعد ما وقفنا عند ان الكونسبت ارت بيساعد اي بايب لاين او اي خط انتاج داخل استوديو او شركه. ايه المجالات بقى اللي بيكون فيها كونسبت ارت؟ طبعا احنا مجمعين امثله لكل نوع مجال يستخدم فيه الكونسبت ارت. عندنا طبعا اول صوره اللي هي مجال صناعه الافلام. بعد كده عندنا مجال صناعه الالعاب، افلام الانيميشن او سي دي. عندنا كمان مجال المطبوعات، بيدخل فيه طبعا كونسبت التصميم، او ان يكون في لكل مطبوعه دايركشن معين، او سلسله مطبوعات ليها دايركشن معين. طبعا كمان بيدخل في مجال صناعه الاعلانات، الاعلانات
التجاريه. وكمان في صناعه التويز او الاكشن فيجرز. كمان برضو من واحد من اهم المجالات اللي بيدخل فيها الكونسبت ارت هي الثيم بارك، اللي هي مدن الترفيه. مدن الترفيه زي ديزني لاند وعلى مثيلتها يعني. كمان برضو بيدخل في تحضير العروض المسرحيه، والعروض الحيه المسرحيه يعني. كمان بيدخل برضو في واحد من اهم المجالات زي البرودكت ديزاين، او بيسموه اندستريال هو ديزاين او طويل. البرودكت. يعني ليه مصطلحات كتير، بس يمكن احنا نختصرها في فكره البرودكت ديزاين يعني. افتكر كمان ان طبعا احمد اتفضل يا مصطفى. اعذرني يا احمد، انا اسف والله. لا اتفضل. افتكر احمد عايز يقوله مختصرا ان فعليا الكونسبت ارت متشعب جدا جدا في كل الصناعات، وخصوصا اي صناعه بتعتمد على تحويل فكره لشيء منظور، سواء بقى كان ملموسه او غير ملموسه. يعني فعلا لو احنا قعدنا نعد هنلاقي ان كل حاجه من اول الاعلانات واليافط اللي في الشوارع بتاعتنا، شكل العربيات اللي بتتصنع، لحد يعني كل حاجات تافهه، شكل القلم الجاف اللي انت بتشتريه ده فعليا في كونسبت عمله. فده خلاصة الكلام أحمد كله، بدل ما نقعد نعد ملايين الأمثلة. اتفضل هو يا لا أحمد. صح. هو انا بس بحاول ادي فكره عن المجالات اللي بيدخل فيها الكونسبت ارت، بحيث ان اللي ممكن يكون مهتم بالمجال ده ممكن يلاقي شغفه او اهتمامه باي حاجه من الصناعات دي، بحيث ان هو يقدر يوجه الشغف بتاعه ان هو يذاكر اكتر في المجال ده. طبعا كل صناعه منهم ليها اسس مذاكره معينه واسس تنفيذ معين. فيمكن حاجه من دول تديك فكره عن الشغف بتاعك، ممكن توجهه ناحيه أنهي صناعه اكتر يعني. يعني تكملة للنقط، زي ما احنا قلنا عندنا برضو كمان صناعة الألعاب الورقية، أو ممكن نقول الورقية، أو اللي هي بتبقى هارد كوبي، أو مش هارد كوبي بقى، ممكن نقول هي الترجمة بتاعتها التيبل توب جيمز، يعني اللي هي الألعاب زي بنك الحظ، وزي الألعاب اللي فيها كروت كارد جيمز، وعلى شكلتها يعني. عندنا برضو كمان المجال المعماري، وخصوصا الستايلايزد بيدخل فيه مجال الكونسبت ارت بشكل كبير. انك تعمل تصميم مبنى بشكل جمالي، ولكن طبعا يناسب المعايير المعمارية الصحيحة يعني. فطبعا كل مجال من دول ليه توجه معين، وليه زي ما قلنا طريقة مذاكرة معينة مختلفة من التاني. لكن بيجمعهم فكره التصميم، لان اسس التصميم ان انا اعمل تصميم ناجح بشكل كبير واحده، ايا كان المجال او الفيلد اللي احنا بننفذ ليه البرودكت اللي احنا بنشتغل عليه يعني. طيب ممكن بقى ناخد السلايد اللي قدام. أكيد. طيب كده احنا بدأنا ندخل في زي ما احنا قلنا احنا بنناقش خصوصا في الكونسبت ارت النهارده مجال يعني الكونسبت ارت في مجال البايب لاين في مجال الالعاب. بيمشي زي ما احنا شايفين في السلايد ده، ان احنا بيبقى عندنا قصه مكتوبه، سواء كانت بريف او ستوري، بتقدم من كلاينت او اوريدي الاستوديو نفسه بيديفلوب الستوري دي بيزد على ان هو حابب ياخد توجه مشاريع معينه، فبيبقى هو صاحب الستوري نفسها. انا حتى عامل هايلايت لاجزاء في الستوري تديني، لو انا مثلا بشتغل على بروجكت معايا الستوري بتاعته، الكي ووردز دي بتدي انديكيشن للريسيرش بتاعي، هبداه ازاي وهبدا اشتغل عليه ازاي. زي ما احنا مثلا شايفين مكتوب ان
ان القصه دي بتحدث في القرن التاسع في بغداد. فانا كده بقى عندي تو فاكتورز موجودين في القصه، ان انا بقى عندي الوين اند وير، ان القصه دي بتحصل امتى وفين. وكمان بيفصل اكتر ان هي بتحدث يعني في العصر الذهبي الاسلامي. انا كده ده بيقرب اكتر للريسيرش بتاعي، ان انا اخد العناصر اللي كانت موجوده مرتبطه بالوقت الزمني ده. in particular during the anarchy at سامراء. the story سمر. follows اه سامراء دي اللي هي كانت مدينه في العراق، مدينه قديمه في ايوه، العراق. سمر صح. اه فده كمان هو هنا بيحدد لي تحديدا لما اجي ابدا الريسيرش بتاعي، اخد انهي طراز معماري، طراز لبس، طراز المدينه نفسه، آه، حتى شكل البروبس، الاواني وهكذا، من نفس الوقت الزمني اللي هم حددوا لي في البريف. وكمان بيحدد لي ان في القصه بتاعتي هيكون في جانب خير وجانب شر، زي معظم القصص بتاعت الاعمال الفنيه اللي احنا بنشوفها. فاحنا عندنا باسم ده اللي هو بطل القصه، اللي هو في جانب الخير، اللي هو احنا حاطينه في هيئه ان هو ستريت سيف، ان هو زي حرامي شارع. فلازم انت هتعمل حرامي شارع يناسب الوقت والمدينه، الوقت والمكان اللي احنا ذاكرينه في نفس القصه. فده متطلبات الريسيرش بتاعك. وطبعا كمان محدد عندنا في نفس القصه الجانب الشر بقى، اللي هو الهيدن وانس دول، دي زي كالت كده او زي جروب. بيبقوا هدفهم اكيد ضد هدف الخير يعني. فطبعا دول يعني كجماعه او ككالت او زي جروب واحد، معناه انا لازم اعمل يونيفاينج للشكل بتاعهم العام، ان انا لما اشوف اي حد فيهم اعرف ان هو بينتمي لهذا للجروب ده او للكالت دي. فطبعا ده برضو بيدي لك انديكيشن للديزاين. وفي كلمه فايت هنا، كلمه يعني ممكن كلمه واحده صغيره في البريف، لكن تديك انديكيشن ان الكاركتر بتاعك مش بس هيبقى في شخصيه الستريت سيف، ان هو حد بيتميز بمهاره الخفه والتنقل السريع وهكذا، لا هو كمان بيقدر يفايت. فدي حاجه تديك انديكيشن مهمه وانت بتعمل الديزاين بتاعه. آه بس زي ما قلنا في كلمه كنترول اللي في اخر البريف خالص، دي برضو بتدي لك انديكيشن ان الايفل باور ده، الايفل جروب دول اللي هم او الكالت دول اللي هم الهيدن وانس، عندهم امكانيه التحكم في مجريات الامور داخل القصه. فده لازم يتم اثباته عن طريق ان هم يكون عندهم مباني عاليه، مباني مهمه جدا، واخدين حيز مهم جدا في القصه. كل الكلام ده طبعا بيظهر اكتر بقى في مرحله الريسيرش والتنفيذي. آه، بنيجي بعدين بعد البريف او بعد ستوري لاين، تيجي مرحله الكونسبت ارت او الفيجوال ديفلوبمنت، ان احنا عندنا البريف او الستوري لاين اتعمل له زي بريك داون زي ما قلنا الكي ووردز دي، بناء عليها بطلع زي انيشال فيز للكونسبت ارت ده. آه، حابب تقول حاجه مصطفى؟ لا أنا تمام، انت صح جدا. اه انا بحاول بس اجري معاك كده زي مايند ماب صغيره. انا فعلا، هو ده اللي انا كنت هعمله لو انا كنت قادر اعمل شير، بس يعني كتر خيرك والله. يعني هو ده اللي فعلا كنت هعمله، ان انا كنت هزوم على السلايد واحدد بوينتس في حتت معينه. بس خير يعني، الحمد لله احنا حتى لنا التيمبو بتاع السيشن ماشي كويس يعني. آه طبعا زي ما احنا قلنا، اول مرحله ان احنا بنعمل بريك داون للكيوردز دي لانيشال ديزاينز. سواء بقى كان عندنا طبعا زي ما احنا قلنا في البروجكت بتاع الفيديو جيم، بيبقى عندنا كاركترز، عندنا بيلدينجز، عندنا بروبس، عندنا كريتشرز ممكن جدا. ببدا اطلع التخيل العام لكل السكشنز دي بيزد على البريف اللي كان معطى في اول البروجكت. بعد مرحله الكونسبت ارت، واللي هي طبعا بتاخد في كل بروجكت يعني وزن من 2 ل 6 مانثs مثلا، من شهر ل6 شهور
في بدايه كل مشروع. المشروع بيبدا يخش مرحله الموديلنج، ان احنا بعد ما بنوصل لاختيارات نهائيه لكل الديزاينز اللي موجوده في البروجكت، من كاركترز، من بيلدينجز، من بروبس، من كريتشرز، كل ده بيخش مرحله ال 3 دي موديلنج. زي ما احنا شايفين حتى المرحله دي بتبقى خاليه من التكتشرنج. هي المفروض حتى المرحله اللي بعدها هي المفروض يبقى اسمها 3 دي تكتشرنج، بس انا طبعا يعني هي دي غلطه من عندي، انا اسف. في طبعا مرحله التكتشرنج بتاعت ان احنا بندي بقى الملامس ال- الصحيحه لكل موديل، بيز طبعا على زي ما احنا قلنا القصه اللي فيها البروجكت بشكل عام. تيجي بعد كده مرحله الانيميشن، ان احنا بندي بقى الحركات لكل الكاركترز، مثلا اللي في عندي انيمالز في البروجكت، في فييكلز معينه تتحرك بطريقه معينه. كل ده بياخد الانيميشن بتاعه المظبوط اللي يناسب طبعا طبيعه العمل. طبعا المرحله النهائيه في بروجكت الفيديو جيم، ان احنا بنجمع كل المراحل اللي احنا اتنفذت في البرودكشن، من 3 دي لانيميشن لساوند لفيجوال افكتس. كل الكلام ده بيتم تجميعه داخل الانجن. الانجن ده اللي هو المحرك المسؤول عن اصدار النسخه النهائيه من المنتج منتج الفيديو جيم. انت من خلاله بتقدر انك تتحكم في الكاركتر بتاعك، تقدر تتحكم في سياق الستوري بتاعتك. كل ده بيتم من خلال الجيم انجن. طبعا انا هي في مرحله تقريبا وقعت مني، اللي هي مرحله الديفلوبمنت. ان انت ازاي الديفلوبمنت ده باختصار يعني هي الفيز اللي بيها كل حاجه في الجيم بتاخد ذكاء، يعني ذكاء اصطناعي خاص بيها. ان الكاركتر انا مثلا لو اديت له اوردر ان هو يمشي يمين، فهو هياخد اتجاه يمين بيزد على ديفلوبمنت معمول للكاركتر ده. لو انيمال معين مثلا شافك في الغابة، هيبدأ يجري عليك ويهاجمك بناء على برضو ان انا مديله ذكاء اصطناعي، ان هو مجرد ما يشوف الكاركتر بتاعك وزن مثلا مساحة معينة، بيبدأ يأتاك الكاركتر بتاعك. كل ده طبعا بيتم في مرحلة الديفلوبمنت. السبن دي انا نسيت اذكرها يعني. ده أكيد. بشكل سريع جدا مراحل تكوين مشروع فيديو جيم. انت لو عايز تعلق برضو على النوتس يا مصطفى، جو اهيد يعني. أكيد يعني تسلم طبعا أحمد. يعني أنا ما عنديش كتير أضيفه طبعا على اللي أحمد قاله، غير مختصرا يعني أي بروجكت لما الواحد بيجي ياخده في الكونسبت ارت بالنسبة لشغل الانترتينمنت بشكل عام، سواء ميديا جيمز أو غيره، أنت بتاخد الأول البريف، وهو لازم يعني بتقسمها لثري فيزز. أول فيز اللي هي البري برودكشن، أو اللي هي بتبقى مرحلة التحضير وتكوين الشكل الأولي، وهي دي أكثر مرحلة معروفة عن الكونسبت ارت. هي دي المرحلة اللي فعليا فيها بيحصل شخبطة كتير. تاخد الفكرة وهي مكتوبة وتبدأ تتخيل كل حاجة موجودة فيها، سواء بقى شخصيات بتجاوب على أسئلة مختلفة، زي ما احمد قال، اللي هي انا مين، انا فين، انا بعمل ايه، انا الكونتكست بتاع المحتوى، العالم اللي انا فيه عامل ازاي يا ترى. ايه كل الاسئله دي كل ما تجاوب عليها بشكل واضح وبشكل منظور، بمعنى ان انت تكون طبيعه بصريه تتشاف عنها، كل ما اللغه بتاعه المشروع البصريه بتبدا تتبني بشكل سليم، وبتسلم ان بقى عندك مشروع فعلا، بقى عندك تصور مبدئي تقدر تبتدي منه تشتغل في الحاجه. من البري برودكشن بتبدا بقى مرحله اللي انت خلاص عملت الكاركتر ديزاينز بقى، والفيجوال ديفلوبمنت بتاعك، رسمت الانفايرمنت، فانت هنا حطيت الديزاين، حركت بدل من الكونسبت تصور الهاي كونسبت او تصور المبدئي لديزاين، لسوليد ديزاين خلاص كده. فده كله في مرحله البري برودكشن. اول لما تاخد بقى الحاجات الديزاينات المتكامله دي، بتبدا تموديل فيها او تحركها، او بالاصح تدخلها في خط الانتاج بتاع العمل ده.
هنا تبقى انت دخلت في مرحله البرودكشن. يعني لو في مثال ان هو اعلان او فيلم او مسلسل، يقول لك في المرحله دي مرحله التحضير هي المرحله اللي احنا بندور لسه فيها على الممثلين، لسه ما اخترناش الممثلين. مرحله البرودكشن نفسها هي المرحله اللي احنا خلاص اتفقنا مع الممثلين وخدناها وخدنا طاقم التصوير ونزلنا صحراء ولا في اللوكيشن بنصور بيها. هي دي مرحله الانتاج، مرحله اللي فعلا الحاجه المحتوى الفعلي بيتكون. لح- لحد ما توصل في الجيمز مثلا لحته اللي هي الامبلمنتيشن او التكنيكال اسبيكت بتاع التكنيكال ديفلوبمنت، اللي انت بتدخل بقى العناصر اللي احنا بنيناها دي، سواء موديلنج او illustrations او سبرايتس لو اللعبه 2 دي، جوه الانجنز مع بالتعاون ما بين الكونسبت ارتست والكاركتر ديزاينر او الديزاينر والتكنيكال ارتست والديفلوبر نفسه او البروجرامر، ان هم بيربطوا الخيوط دي مع بعض لوحدها، وتوصل بعد كده في الاخر ليه بقى عندك بروتوتايب او ديمو تقدر تعمل فيه ما يسمى بالبروف اوف كونسبت، او اللي هو المنتج الصغير اللي تبدا تجرب عليه، يوصلك لما بعد المرحله النهائيه اللي قبل الريليس او كده، اللي هي بنسميها البوست برودكشن. ان هو خلاص الشغل التقيل اتعمل، الاساسات اتبنت والحيطان اتعملت، فاضل بقى ان احنا ايه، زي ما بيقولوا نشطب المشروع، نركب بقى الكهرباء والديكورات والاكسسوارات والكلام ده كله. فاللي بيحصل هنا بقى اللي هي مرحله الجيم تيستينج والجيم بلاي، ومثلا الريفايننج، تلاقي جلitchايه هنا مثلا في اللعبه في التكشر تظبطها. تلاقي مثلا ان هنا اللايتنج مش مظبوط، فنرجع للارتست محتاجين نظبط الكالر بيز هنا مثلا بشكل معين وخلافه. ده اللي انا كنت بس حابب اقوله مختصرا، وهنقل على طول على اللي بعده. اه طيب نيجي للسلايد اللي بعدها. ممكن بس آه سؤال صغير كده كان في الحتة اللي فاتت. مم. مم. هو دلوقتي في المرحلة دي في البريف، مهم. هل ينفع مثلا مرحلة يعني البريف مثلا يتغير بعد ما نبتدي مثلا في الشغل، أو بتحصل مثلا أو لا إيه؟ آه اتفضل يا هو أحمد. اكيد في كيسز ده بيحصل فيها. أنا بس انا حابب احنا نخلي الاسئله لا مره واحده، بحيث خلاص. ايه يعني الناس كلها تستفاد من اجابات الاسئله حتى مع بعض. يعني ناخد كل الشرح مره واحده، نشرح كله انا ومصطفى حتى كمان لسه هيشرح الجزء بتاعه، وناخد الاسئله كلها مره واحده افضل. اكتب طب بتاعك بس عشان ما يتنساش في الشات. ممكن نكتب السؤال في الشات ونجمعهم كلهم مره واحده يعني. نيجي. لا في الشات افضل، بحيث ان هو حتى يبقى ايه ناخدهم ورا بعض، نقراهم وناخدهم ورا بعض. طيب نيجي ل احنا اتكلمنا على مراحل صناعه البروجكت بتاع الفيديو جيم داخل اي استوديو. طيب ايه المراحل اللي بيمر بيها الكونسبت ارتست نفسه، او مرحله الكونسبت ارت نفسها في البرودكشن؟ هنلاقي ان احنا عندنا الكونسبت ارت بيمر مثلا بحوالي 4 مراحل. طبعا آم، مش شرط ان اللي مكتوب في البرزنتيشن ده يكون هو اللي بيتم في كل مكان عمل، او هو اللي بيتم في كل بايب لاين، او هو اللي بيتم في كل برودكشن لاين. يعني ده بيختلف، زي باختلاف سياسة المكان، باختلاف المايند سيت بتاعت او الفلسفي بتاعت المكان ده، او حتى كمان بيختلف حتى بيزد على النتيجة النهائية اللي احنا محتاجين نوصل لها. فيمكن التايم ده ان فريم. جنرال. اه بالظبط، وكمان طبعا تايم فريم، يعني الاسبكتس كتير بيختلف عليها. ممكن يتشكل عليها البايب لاين ده مش حاجه كده سوليد، لازم يعني تنزل كل الاماكن العمل او كل نظم العمل تعتمدها. لا، كل مكان بيعدل فيه وبيأدجست فيه بيزد على ممكن حتى كمان تبقى عامل من العوامل هو حجم التيم نفسه، ان انا بظبط البايب لاين بتاعي ده بيزد على حجم التيم نفسه. فبشكل عام احنا هنا جمعنا الورك فلو اللي بيمشي فيه الكونسبت ارت في البروجكت. طبعا زي ما احنا قلنا في الاول،
ان انا لو معايا بريف او ستوري لاين، باخد منه كي ووردز، بيزد على الكي ووردز دي ببدا اعمل الريسيرش بتاعي اللي بيحدد لي احنا في انهي زمن، في انهي وقت، في انهي مكان، في انهي مكان، في انهي حقبه زمنيه. الحقبه الزمنيه دي كانت بتتميز بطرز معينه، طرز لبس معينه، طرز سكنيه معينه. حتى الناس اللي كانوا موجودين او البشر اللي كانوا موجودين في الوقت ده كانوا بيتميزوا بصفات معينه. كل ده بيتم تجهيزه في مرحله الريسيرش او المود بورد زي ما احنا شايفين. اول تو سلايدز متجمع فيهم صور، يفضل ان هي يكون فيها نسبة كبيرة من الواقعية، ان انا بحاول اجيب اقرب صور للواقع اللي انا بيزد عليه البروجكت، بحيث ان انا آه، دايما ابني الديزاين بتاعي على يعني لايف فاكتس، يعني حاجات حقيقية كانت موجودة، او بيزد على حاجات طفولي. حقيقيه موجوده. اه بالظبط. سواء مثلا لو انا بعمل حتى لو بعمل البروجكت ستايلايزد لازم هيكون بالباك جراوند بتاعته كلتشر حقيقيه، سواء كانت حضاره حقيقيه او توقيت زمني معين حقيقي. حتى الحاجات اللي هي الساينس فيكشن بتبقى برضو انسبايرد باي لايف ايفنتس يعني، او كلتشر معينه حقيقيه. لان مفيش اي ديزاين احنا بنشوفه حوالينا مش انسبايرد باي حاجه موجوده العين شافتها. لان دي حاجه مهمه جدا تحصل عشان الديزاين يبقى فاميليار مع المتلقي، ان انا اقدر اهضم الديزاين ده واستوعبه. لازم هيكون في اليمنت في الديزاين ده مستمد من حاجه العين اوريدي شافتها، سواء كان عنصر حضاري، عنصر طبيعي، عنصر انساني، وخلافه يعني. هنلاقي ان المرحله الثانيه من بعد الريسيرش او المود بورد هي السب نيلينج، او الانيشيال يعني ممكن نقول وورلد ديزاين. ان انا مثلا سي دلوقتي احنا قلنا ان احنا بنعمل القصه زي ما احنا كنا في السلايد الاولانيه، قصه في العصر الذهبي الاسلامي. فطيب انا محتاج ان انا بعد ما عملت الريسيرش بتاعي وجمعت مصادر العمل بتاعتي، ان انا ابتدي اوزع الديزاين بتاعي بشكل عام، اشوف العالم ده ممكن في الوقت ده يبقى شكله عامل ازاي. طبعا بيختلف، هل انا عامل اوريدي بيزد على اوريدي هيستوري ما اقدرش اخرج عنه بشكل كبير، ولا في مساحة ان انا احط ديزاين لكل اليمنت عندي رغم ان ده بيزد على اكتشوال هيستوري يعني. طبعا ده بيختلف حسب كل بروجكت والتاني. لو بناخد مثلا زي ما احنا كنا عاملين في السلايد اللي قبلها البروجكت اللي هو اساسنز كريد كمثال، احنا بنلاقي مثلا لو انتم فيكم اللي يعرف السلسله دي، ان هي كل جزء منها مبني على اكتشوال هيستوري ايفنت. يعني سي مثلا عندنا اخر جزء ده اللي هو شادوز، ده مبني على الحضاره الاسيويه اللي هي الساموراي واليابان وهكذا. الجزء اللي قبله كان بتاع ميراج، لو كان مبني على حضاره بغداد. الجزء اللي قبله كان فالهالا، ده اللي هو مبني على حضاره الفايكنج. فهو اي ديزاينر بيدخل بروجكت زي ده لازم يستمد العناصر الاساسيه الحقيقيه اللي كانت موجوده في الحضاره دي، على قد طبعا يقدر يجمع ريسورسز على قد المتاح. ممكن يعني كمان في استوديوز بره يبقى عندها الاتاحه ان هي تصفر الديزاين كمان للمكان اللي حصل فيه الكالتشر دي، بحيث ان هو ياخد الاجواء باكبر شكل ممكن، بحيث ان هو يحول الاجواء دي لديزاين بشكل سلس. طيب قلنا زي ما احنا قلنا بعد مرحله السب نيلينج او الورلد بيلدينج از جري سكيل سكتشز يعني، بنبدا بقى نخش مرحله تحضير الشخصيات البروبس، طبعا بشكل برضو مبدئي. لان انا اوصل للفاينل ديزاين ده بياخد ايتريشنز اللي هي مراحل، مراحل بقدر ان انا اعدل فيها بسهوله. يعني لو هنرجع للنقطه بتاعت اللي هو باسم قالها سريعا، هل انا بقدر ان انا اغير واعدل؟ هو طبعا
يعني انا هنجاوب على البوينت بتاعت البريف دي بالذات. بس انا لو بتكلم على حته التعديل كتعديل، المرحله اللي هي الجراي سكيل دي او المرحله المبدئيه في الكونسبت ارت، دي اسهل مرحله في التعديل. دي اللي بيبدا الارت دايركتور او مسؤول الفريق بتاع التصميم ان هو يشوف الانبوت اللي كل ديزاينر طلعه، يبدا يعدل عليه بيزد على المعطيات اللي هم اوريدي محددينها من اول بروجكت. فيقدر بكل سهوله ان هو يعدل في الديزاين ده، لان هو مش بولشد، مش فاينل، ومش ما فيهوش الهاسل بتاع ان انا بوصل الديزاين للفاينل ايمج بتاعته. انا لسه عامل حاجه درافت نوعا ما، فسهل جدا ان أنا اطلع منها طبعا كم كمان اكتر، بتاخد وقت اقل في التنفيذ، فممكن اطلع منها فاريشنز اكتر، سهل جدا نعمل فيها تعديل. المرحله طبعا النهائيه ان احنا بقى بنعمل تصفيه لكل المراحل الاوبشنز اللي اتعملت دي او كل الفاريشنز اللي اتعملت دي. بنختار اكتر ديزاينز مناسبه للبيلدينج، اكتر ديزاينز مناسبه للكاركترز، البروبس، الكريتشرز، وهكذا. وبنبدا نحط كل الديزاينز دي في الشكل النهائي اللي هي المفروض تظهر بيه في الفاينل، فاينل اوتبوت في الجيم، في الجيم بروجكت. طبعا بتاخد الماتيريال بتاعتها، بتاخد لايتنج اقرب شكل اللي هيظهر بيه الديزاين ده جوه الفاينل اوتبوت. طبعا احنا مش بنعمل زي ما قلنا، مش بنعمل الستريشن، احنا بنعمل كونسبت ارت او بنعمل كونسبت ديزاين. مش الهدف منه ان هو يكون شكله حلو، لكن بيبقى الهدف منه هو ان انا سهلت على البايب لاين اللي ورايا او التيم اللي هيشتغل بعدي ان هو يقدر من الديزاين ده يفهم الديزاين ده هيظهر ازاي في المشروع. وده زي ما احنا شايفين ان مثلا ان الايمج، التو ايمجز اللي في الاخر دول، اخر صف، بيبينوا الديزاين اللي استقر عليه التيم، وهو ده اللي الشكل هيظهر فيه، بيظهر بيه جوه الجيم. طيب نيجي للسلايد اللي بعدها. آه هنا بقى بنتكلم على ايه هي الانواع الكونسبت ديزاين اللي بتطلب من الكونسبت ارتست في كل استوديو، او بشكل عام في معظم الاستوديوز دي. الكونسبت ارتست بيطلب منه ان هو يصمم كاركتر ديزاين، ان هو يعمل تصميم شخصيات، ان هو يصمم بيئة اللي بيعيش فيها الشخصيات دي او اللي بيتواجد فيها الشخصيات دي. ان هو كمان طبعا لو بيعمل بروجكت هو عبارة عن اوبن وورلد او معمول على سكيل معين، فالكاركتر اكيد هيبقى فيه وسيلة تنقل داخل العالم ده. هيبقى فيه تولز واوبجكتس بيستخدمها الكاركترز، او او بيستخدمها الهيرو بتاع الجيم عشان يقدر يحقق الكويست او يحقق الميشن اللي هو بادئها في الجيم. ده برضو بيبقى نوع من انواع المتطلبات اللي الكونسبت ارتست لازم يقدر ينفذها في اي جيم بروجكت. طبعا كمان بيتوجد معانا كريتشر ديزاين، ممكن يكون موجود كانمي او فيلن بيواجه الهيرو بتاعنا، او ممكن كمان طبعا يكون واخد يعني ستوري لاين ان هو بيساعد، مساعد. ممكن يبقى بيت ديزاين، ممكن اعمل ان ده كريتشر مصاحب للهيرو بتاعي جوه الجيم. طبعا عندنا كمان في اليو اي بتاع الجيم بروجكت ده، يمكن الاسهام فيه من الكونسبت ارتست مش بيبقى كبير قوي، ولكن بيبقى برضو انسبايرد باي الديزاينز او الدايركشن العام بتاع البروجكت. فوارد جدا ان انت ككونسبت ارتست يكون عندك خلفيه عن، لو انا بصمم يو اي لبروجكت انا عملت فيه ديزاينز، او انا مجرد مسؤول عن الجزئيه دي في اي بروجكت، انت يكون عندك فكره ان اليو اي ده، هو طبعا اليو اي ده عباره عن البوتومز والسبيسز اللي انا بقدر ان انا اتحكم فيها بالكنترولنج بتاع الجيم. زي ما احنا شايفين مثلا في التو سلايدز اللي موجودين في السكشن ده، في سلايدز فيها الانفنتوري بتاعه الكاركتر اللي هي
ان انا مثلا لو بجمع ان هو ليه شيلد معين، ليه ويبنز معينه، ليه حاجات بيعملها لوتنج خلال الجيم، كل ده بيظهر لك في السكشن بتاع الانفنتوري. فلازم انا يكون انا ككونسبت ارتست يكون عندي تخيل انا هشوف السكشن ده ازاي. وطبعا ان انا بقى اتخصص في السكشن ده. كل سكشن من دول طبعا ممكن انا اتخصص فيه، ممكن انا ابقى مجرد كاركتر كونسبت ارتست بس، او انفايرمنت كونسبت ارتست بس. ممكن ابقى برود ديزاين او فيكلز بس. لكن بشكل عام الافضل ان انت تكون ملم بكل الجوانب دي. ده افضل بشكل كبير، بحيث انك توسع من دايره السيرفيسز اللي انت تقدر تقدمها لاي جيم بروجكت. نيجي بعد كده للسلايد اللي بعدها. نيجي هنا طبعا احنا زي ما احنا شايفين في السلايد دي بنشوف ايه التولز اللي بيقدر يستخدمها الكونسبت ارتست بشكل عام، برضو طبعا مش بشكل محدد، او آه، لان في الاخر الكونسبت ديزاين ده هو زي ما احنا قلنا تحويل فكره لشكل مرئي. الموضوع ابتدى اصلا ان احنا كنا، الموضوع كان بيبقى تراديشنال، بادئ من ورقه وقلم لحد ما يوصل ان هو يبقى ديجيتالايزد، يعني ان هو يدخل في صوره الفيديو جيم ايا كان البلاتفورم او ايا كان الديفايس. طبعا دلوقتي احنا في الوقت اللي احنا فيه عندنا اكسس ان احنا نستخدم اي ديجيتال تول، هنحول التصميمات بتاعتنا لتصميمات جاهزه ان هي تخش في مشاريع الالعاب. زي طبعا عندنا الفوتوشوب والبروكرييت ك 2 دي ديزاين. وحاليا طبعا بقى مطلوب من اي كونسبت ارتست ان هو يظهر الديزاينز بتاعته بشكل يتشاف من الثلاث زوايا او ثلاثي الابعاد. فطبعا لان ده بيسهل على اي برودكشن تيم ان هو يشوف الديزاين ده من جميع الزوايا، ويقدر يعمل فيتنج للديزاين ده في الورد اللي فيه الديزاين بشكل عام. فطبعا بيبقى الافضل انت يكون ككونسبت ارتست معاك 3 دي تول تسهل عليك الديزاين، وكمان تسهل على البرودكشن تيم اللي معاك او البايب لاين تيم اللي معاك ان هو يشوف الديزاين بتاعك بشكل واقعي اكتر ومناسب للبروجكت ده. فدي طبعا امثله لكل السي دي تولز اللي متاحه، اللي ممكن اي ديزاينر ياكسس عليها يعني. ده طبعا بلندر وماكس ومايا وزي براش، وفي كمان سكتش بوك، وفي باقي بقى الحاجات دي في راي، بتبقى كلها تولز مكمله للاظهار البصري بتاع ال 3 دي اليمنت ده. طبعا من ضمن برضو التولز المهمه اللي ممكن الكونسبت ارتست يضمها للباكج بتاعته، هي التولز اللي بتجمع الريفرنس بتاع الريفرنس. زي ما احنا قلنا مهمه جدا انت في بدايه كل بروجكت تجمع الريفرنسز بتاعتك اللي هي بيزد على الكي ووردز. بتجمع الريفرنسز دي بتولز اونلاين او بتبقى اوفلاين حسب، يعني في منهم اونلاين في منهم اوفلاين. ده بترجع انت للانسب ليك ولاختيارك انت والانسب للورك فلو بتاعك. بتسهل عليك تجميع الريفرنسز دي بيزد على احجام معينه، ترتيب معين. زي ما احنا شايفين مثلا عندنا اللي هو بيور ريف وميرو وبنترست. تقدر من خلال الثلاثه تولز دول ان انت تجمع كل الريسورسز اللي انت محتاج فوكس عليها في البروجكت بتاعك. طبعا زي ما احنا قلنا دلوقتي بقى الشغل كله ديجيتال، مش محتاج انك ترسم على ورقه وتسكان وهكذا. فطبعا اللي بيديك الاريحيه او السهوله دي ان انت يكون عندك جرافيك تابلت ايا كان النوع بتاعها، طبعا مش مشترط نوع معين. او ممكن يكون عندك ايباد مثلا، بتقدر برضو من عليه انك تعمل الديزاينز بتاعتك وتنقلها ل البرودكشن فيز اللي بعديك، سواء كانت 3 دي كانت انيميشن، ايا كان الفيز اللي بتبقى بعد الديزاين بتاعك على طول. تمام كده، ممكن نخش على الصيغه اللي بعدها. آه هنا طبعا احنا بنتكلم اتكلمنا عن البرودكشن بتاعه الفيديو جيم داخل كل استوديو. اتكلمنا عن مراحل الكونسبت ارت
اللي هي بتسبق ال 3 دي وبتسبق الانيميشن وهكذا. في اي بايب لاين اتكلمنا عن هي بتتقسم ازاي. في برضو عندنا فكرة، واتكلمنا عن التولز اللي ممكن يستخدمها اي كونسبت ارتست عشان يقدر يظهر الديزاينز دي. في عندنا معايير للديزاين. طبعا انا مش مفصل كل المعايير لان معايير التصميم اكتر من كده طبعا بكتير، ولكن انا مجمع بعض منها يعني. آه، وخصصت كل حاجة منهم ان هي تناسب سيكشن من اللي احنا قلنا عليهم. ان الكونسبت ارتست يفضل ان هو يكون عنده دراية بتصميمها، لو هي الشخصيات، البيئة، البروبس اللي هي الاوبجكتس او الادوات اللي بيقدر يستخدمها الكاركتر جوه الجيم، وكمان الكريتشر. فانا ربطت الحاجات دي بمعايير تصميميه نقدر من خلالها نعرف التصميم بتاعنا ده ناجح او لا. بالنسبه طبعا للكاركترز زي ما احنا شايفين عندنا اول تو ايمجز دول بيتكلموا عن ان الكاركتر مهم جدا في مراحل تصميمه، ان هو يمر بمرحله السيلويت او الشيب لانجوج. ان انا عشان اقدر اعرف ان الكاركتر بتاعي ده ليه صفات مميزه، ان السيلويت بتاعه يكون مميز جدا من ناحيه البوزنج ومن ناحيه الامتي سبيسز بتاعته. احنا ممكن مثلا نشوف ان من الايمج اللي هي على اليمين ان في مثلا في كاركتر ليه جناحات فمن بعيد، وفي طبعا زي ويبن في نفس الديزاين بتاعه. فانا من بعيد ده بيديني ايديا كده ان ده كاركتر فيه ممكن يكون عنده صفات فايتنج. انا لسه ما اعرفش هو حد خير حد شر، ما اقدرش اقول، بس هو اكيد حد بيفايت. ده لازم يظهر في السيلوت بتاعك من غير ما ادخل، من غير ما اضطر لسه ادخل في تفاصيل زي الفيتشرز، ملامح الوش بتاعته، او هو لابس من طراز زمن معين. لكن بالنسبه لي السيلويت من بعيد ده مرحله اوليه لنجاح التصميم بتاعه. آه، طبعا احنا هنا شايفين حاجات ستايلايزد على اليمين واقرب للرياليستيك على الشمال. حتى لو انا برضو بعمل ديزاين رياليستيك، البوزنج بيبقى مهم جدا ان هو يبين صفات الشخصيه دي. و ولو والتولز اللي هي تبقى متواجده معاه، لو التولز دي مؤثره في تصميم الشخصيه لازم هتكون موجوده برضو في في نفس السيلوت ده، ان هي بتاكد الكاركتر ده بينتمي لانهي فانكشن معينه جوه الجيم. المرحله الثانيه طبعا او مش مرحله تانية، هي معيار تاني من معايير التصميم. هما طبعا مش بالترتيب، هي مجرد معايير مناسبة لكل سيكشن تنفيذي زي ما احنا تناولناه فوق في الأول. مرحلة الكالرز اند فاليو ستراكشر، ان انا لو عندي عالم ببنيه لجيم بروجكت، لازم اعرف ان العالم ده مثلا عشان يظهر بأحسن شكل ممكن، ان العالم ده مرتبط بمجموعة لون معينة هي اللي بتظهر العالم ده بأحسن شكل. يعني انا لو بعمل جيم بروجكت، الجيم دي بتحدث في الصحراء، فانا عندي كلر باليت بتظهر البيئه دي باحسن شكل. طبعا دي مهمه جدا وبتخش نوعا ما في الدايركشن بتاعه ان الجيم بروجكت كلها تطلع باخراج بصري معين وواضح وواحد في نفس الوقت. ونفس الكلام ده بطبقه برضو على الكاركترز بتاعتي اللي بيتم صناعتها داخل العالم ده، ان هي برضو بتتبع معيار ان هي تكون من كلر باليت معينه. الفاليو ستراكشر بتاعتها ان هي ما الاقيش مثلا جوه الجيم الكاركتر بتاعي الوانه فايبرنت قوي، زاهيه قوي عن البيئه المحيطه البيئه المحيطه بيه او العكس. فطبعا ده زي ما احنا قلنا بيتم عن طريق اتريشنز كتير لحد ما اوصل للشكل النهائي ده. ولكن لازم يكون انا كارتست عندي معرفه ان انا محتاج ان انا اكون اوير بالبوينت دي وانا بصمم العالم
اللي بيزد على الستوري للجيم بروجكت، ان انا لازم اعمل العالم ده بمجموعه او باليتة كلر معينه، كلر باليت معينه، سواء كانت للشخصيات او للبيئه. في معيار تاني عندنا في التصميم، وده كمان بينطبق على سواء الشخصيات او البيئه، هو الستوري تيلينج. ده معيار مهم جدا، ان انا مش بس بعمل ديزاين لبيئه شكلها ابيلينج او شكلها ممتع او انترستنج للعين، لكن زي ما احنا شايفين مثلا في التو سامبلز اللي قدامنا دول، ان كل سامبل منهم انت من مجرد الرؤيه بتاعتك ليه بتحس ان هو بيظهر فيه حياه، ان هو في ان المكان في حد عايش جوه المكان ده، بدليل ان كل تفصيله جوه المكان موجوده ان هي تساعد كفانكشن، ان هي تدي الشخص اللي موجود جوه المكان امكانيه ان هو ينفذ حاجه معينه، او ان هو يقدر ينتراكت مع الحاجه دي بشكل معين. وكمان توزيعه الفرنتشر او البروبس او الاوبجكتس متوزعه توزيع اقرب للطبيعي، اقرب للعشوائي، مش منمق. لان انا مش بعمل حاجه، مش بعمل شو روم، انا مش داخل سيكشن بتاع عرض فرنتشر فلازم الاقي الحاجه كلها معروضه بشكل منمق جدا ومنظم. لا، انا داخل مكان فيه حياه. فوارد جدا انت في حياتنا العاديه يبقى في مثلا كرسي مش جاي 90 درجه مع الباب، وفي السجاده فيها طرف معوج، وفي جزء منها مقطوع بسبب ان الكرسي على طول محطوط في المكان ده. كل احنا بنحكي فيه التفاصيل دي اسمها ستوري تيلينج، ان انت بتدي الديزاين بتاعك حياه، ان هو كل تفصيله فيه مرتبطه فانكشن، ومرتبطه بجزء ان هي بتاكد الحكي او بتاكد القصه اللي انت البروجكت مرتبط بيها. دي بوينت فاليد جدا ومهمه جدا، ان انت وانت بتعمل ديزاين سواء لكاركتر او لانفايرمنت ان انت تحقق المعيار ده. المعيار ده يعني كمان ممكن مصطفى ياكد البوينت دي في الشرح بتاعه. هي مش بس بتخلي الديزاين بتاعك مور انترستنج، لكن اي ارت دايركتور او اي حد مسؤول عن تعيين ديزاينر بيبص للمعيار ده في كل بورتفوليو، بيقدر يشوف هل انت فاهم يعني ايه ستوري تيلينج، ان انت تحقق ده في الديزاين بتاعك، ولا انت مجرد بتعمل ديزاين شكله حلو. يعني انت لو فاهم ان انت يعني، ان هي طبعا معادله صعبه جدا انك تعمل ديزاين يحقق فانكشن في نفس الوقت ياكد جزء من قصه البروجكت. فطبعا ده زي ما قلنا معيار مهم جدا انك تبقى اوير بيه. معيار كمان ده بيبقى اكتر للكاركترز والبروبس او الاوبجكتس، هو زي ما قلنا موجود في الانفيرمنت اللي هو الفانكشن طبعا، والفورم. زي ما احنا شايفين احنا عندنا في التو سامبلز دول في كريتشر وفي بروبس او اوبجكتس. الكريتشر هنا مصمم على انه ياخد لاين اوف اكشن معين، يعني شايفين ان هو هنا مثلا بيحصل له ترانسفورميشن من هيئه بشريه نوعا ما، يعني او نوعا ما هيئه بشريه لهيئه مور لناحيه الكريتشر يعني. فحتى وهو بياخد الترانزيشن ده، انا بعمل الترانزيشن ده بيزد على فورم يعني فورم ديزاين او فورم ان هو يبقى ليه لاين اوف ترانزيشن، مش مجرد ان انا بعمل ديزاينز متتاليه. عامل مراحل الترانزيشن بتاعت من الهيومنايد للمور كريتشر، عاملها بفلو، عامل الفورم فيه فلو، فيه تناغم نوعا ما، عشان يحقق الترانزيشن دي وتبقى شكلها واضح للتيم اللي هو شغال معاه كمان. طبعا ده الديزاين ده مهم جدا جدا للناس اللي هتعمل الموديلنج والانيميشن، ان هي تحقق المرسوم ده ولكن في شكل 3 دي بقى. نفس الكلام طبعا لو بنعمل ديزاين لبروب، هنشوف ان ديزاينز ده بيكون مهم ان هو يحقق مش بس الفانكشن اللي هتبقى مهمه جوه الجيم بروجكت، ولكن
ان الديزاين ده ياخد فورم اوف ديزاين مناسب للبيئه اللي فيها البروب ده. آه سواء بقى مثلا ان انا بعمل ان الفانكشن بتاعته في كذا ميكانيزم معين. بعمل زي مثلا شايفين ده زي عباره عن مجموعه تروس تقريبا او حاجه زي كده فوق بعض. فانا لازم يكون عندي تفكير ان البروب ده ازاي بيفتح، ازاي بينتراكت مع الكاركتر، ازاي بيقفل على بعضه، ازاي بعرف منه جوه الجيم ان هو اشتغل، ان انا كده حليت مثلا عملت زي معادله معينه جوه الجيم دي، فبقدر ان انا احل بيها اللغز بتاع البروب ده فيتفك ويتفتح فيبدا يشتغل معايا، وابقى انا كده حققت الميشن بتاعت الميشن دي في الجيم يعني. ده طبعا مهم جدا كمعيار ان هو الكونسبت ارتست ياخد باله منه وان هو يفكر فيه. نيجي للسلايد اللي بعده. احنا كده خلصنا اصلا كام. طيب احنا كده ايه، انا خلصت الشرح بتاعي، وممكن بقى مصطفى ياخد الجزء بتاعه اللي هو مكمل كمان اللي احنا شرحناه ده. ولو في حد عنده اي سؤال في اللي احنا اتكلمنا فيه ممكن يكتبه، وفي الاخر خالص ناخد الاسئله كلها انا ومصطفى، يعني حتى كمان هتاخدوا اجابات لنفس السؤال مني ومنه بحيث تلموا الموضوع بشكل اكبر يعني. بس وانا هو كده ممكن يعني أنا خلصت خلص فين يا عم، احنا ما نشبعش منك. تسلم ايدك طبعا على الكلام الجميل ده حبيبي ان كله. شاء الله. يعني آه، بعد ما عندكم، وانا عارف انت طبعا يعني هتقفل بقى كل ده بالخلاصه بتاعتك ايه. الله يخليك. يعني انت الله انت يخليك. حطيتني في موقف صعب، انا مش عارف اتكلم لا فيه. لا انت لا لا، لميت. ما تقولش كده. انا عارف انت محضر حاجه جامده يعني. طيب بص، هقول لك على حاجه. ايه رايك تجاوب على الاسئله اللي موجوده دلوقتي في الجروب؟ تمام. اوكي. في الشات، بحيث برضو يبقى دي وجهه نظرك، وانا بعد ما اخلص برضو اجاوب عليهم. دي مفيش وجهه مشكله، نظري. مفيش مشكله. ولو انت برضو حابب تضيف للاسئله دي نعمل ده. اكيد اكيد. سلام، ده طيب شرف لينا يا أخي. انا من الاول كده خلاص، انت ممكن نقفل الستريم. آه، اول سؤال كان مش الاي اي حاليا ممكن يحل محل الكونسبت ارتست من حيث تنفيذ الافكار؟ والله بص يا فرح، انا كنت باخد نوليدج كده من منتور معروف جدا، راجل قديم جدا حتى. آه، مصطفى ممكن يكلمكم عنه، اسمه فينج زو. الراجل ده كان بيتكلم في البوينت دي، لان هي بوينت شائكه ومنتشره في المجال الفني بشكل عام، مش في الكونسبت ارت بس، في مجالات كتير. لكن لو بنتكلم على الكونسبت ارت بالتحديد، هو بيقول ان الاي اي حتى الان لسه ما وصلش ان انت تديله ك... كعميل او كاستوديو ايا كان، تديله متطلبات معينه تقول له حققها لي كتصميم، ويقدر ان هو يطلع لك التصميم ده بالشكل اللي انت عايزه بالظبط. مش بس كده، كمان ان هو يكون كتصميم مفيد للمرحله اللي بعدك، اللي هم ال 3 دي تيم بالاخص. لان ال 3 دي تيم عشان يبدا يشتغل بكل سهوله، ال 3 دي تيم عباره عن ايه؟ ان هو مش بيجتهد في ان هو يعمل ديزاين، هو مجرد ان هو بيحول التصميم بتاعك من تصميم 2 دي لتصميم 3 دي. فانا كحد بيعمل موديلنج مش محتاج ان انا اجتهد ازيد، او ان انا الاقي معوقات في التصميم بتاعك ككونسبت ارتست، ان انا ما اقدرش اعمل الشغل بتاعي. فلازم اخد منك تفصيله كبيره جدا عن الديزاين ده. انت عامل السلاح ده باجزاء قطع عامله ازاي؟ انت عامل اللبس ده من لايرز معينه، طب كل لاير لوحده عامل ازاي؟ انت عامل ان الكاركتر ده مثلا عنده فيتشر معينه ان هو لما يتكلم في مثلا جزء من وشه بيعمل حركه معينه كانيميشن، جزء بيعمل حركه معينه. كل الكلام ده الناس اللي هي الكبيره في المجال بيقولوا ان لسه الاي اي مش قادر ان هو يحل زي ما احنا قلنا، لو احنا بنقول ان الكونسبت ارت هو بروبلم سولفنج، فهم لسه بيقولوا ان الاي اي لسه مش قادر يحل المشاكل دي.
الاي اي شاطر جدا ان هو يدي لك ايمج شكلها حلو، ولكن مش مبنيه على بريف، ومش مبنيه على ستوري تيلينج، ومش مبنيه على معايير تصميم زي ما احنا قلناها اللي هي المعايير بتاعت السيلويتس وهكذا وهكذا. ان الاي اي مش معتمد على كل الحاجات دي. الاي اي انت مديله ملايين الصور بيضربهم في الخلاط وبيطلع بيهم بايمج جديده، لكن هل الايمج دي مرت على فلترز بتاعه المعايير والستوري تيلينج وكذا وكذا وكذا؟ في الحقيقه لا، حتى الان طبعا يعني، حتى الان لا. ف- فكل الناس اللي هي المنتورز الجامدين جدا بيقولوا ان لا، احنا لسه ككونسبت ارتست عندنا المساحه ان احنا نشتغل، وعندنا مساحه ان احنا ننتج، وان احنا ننافس الاي اي، لان انت بتعمل ديزاين يونيك. انت بتقعد تتعب على الديزاين بتاعك، وبتعمل ريسيرش، وبتعمل فاريشنز كتير، وبتجرب. طبعا بتشوف يعني لازم يبقى عندك طبعا جزء انك تشوف غيرك كديزاينرز عملوا نفس البريف بتاعك ده بفاريشنز عامله ازاي، عشان تبقى تتفرد انت بالتوجه بتاعك نوعا ما. ف انا برضو وجهة نظري انا بتفق مع المنتورز دول ان حتى الان الاي اي لسه مش قادر يحل الحته دي. فاحنا لسه عندنا المساحه ان احنا نعمل ده لحد بقى ما يعني ربنا يشاء ان الاي اي يعني يغطي البوينت دي. شوف برضو لو مصطفى عنده يعني اسهام في البوينت دي. يا سلام، ده عناية. آه، هو بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع ال AI موضوع شيق جدا، خصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي. لكن أنا في وجهة نظري هو في بعدين للموضوع احنا محتاجين نبص عليه. أي علم ينفع نستعمله بشكل كويس أو نسيء استخدامه. ال AI لو قدرنا نوظفها كتول تنفذ وجهة النظر بتاعتنا، فهي حاجة كويسة جدا. عصا أو عصاية نقدر كراتش نقدر نستند عليها عشان خاطر تساعدنا في الحاجات اللي بتسقط مننا. لكن لو اعتمدنا عليها كليا إنها فقود للفكر بتاعنا، فده في الحالة دي يبقى احنا كده ربلسنا دماغنا بالاي اي، وده الاستخدام السيء بتاعها. تمام. آه، الجود بعد التاني بتاعها هو البعد بقى اللي هو تأثير الاي اي على اصلا على المدى البعيد، يعني في المستقبل. الاي اي يا جماعة، يعني لو انت اكبر مساوئ ومخاوف الناس اللي في البيزنس بتاع الميديا برودكشن بشكل عام منه، مش ان هو يحل محلك. هو فكرة ان، فكروا معايا كده، كل سنة مثلا بتبقى في عدد معين من الشركات بتستوعب عدد زي مثلا 10 طلاب من اللي هم خريجين دلوقتي لسه جونيورز هينضموا لسوق العمل. مؤخرا بدأ اللي بيحصل ان الاي اي بيخش بسبب ان هو ارخص، زي مثلا بيطلع على المستوى الادنى بتاعه آه، شغل بيبقى احسن شويه بسيطه للمستوى الجونيور، لكن اقل بكتير من الميدل ويت والسينيور. فبيقدر يحل محل المقاعد الاساسيه اللي هي الجونيور بيخش فيها بيلتحق بسوق العمل. الناتج من كده ان تلاقي بقى مؤخرا بدأ يظهر ان بدل ما كان كل سنه 10 بيبقى في عندنا 10 موظفين جديد، 10 ديزاينر جديد بيكبروا في السوق يتعلموا، بقى في 3 بس اللي بيتعينوا، والباقي كلهم اي اي. الثلاثه اللي موجودين دول بيعتمدوا على الاي اي عشان يربيهم على اساسيات الشغل، يربي قدراتهم كفنانين. طيب تخيل معايا كده اللي هيحصل بعد الناس اللي هم الثلاثه دول بداوا يستعملوا الاي اي، وبداوا يعلوا في المرتبه الوظيفيه، وبداوا يتحولوا من جونيور لميدل ويت لسينيور لارت دايركتور. اولا الشخص اللي هيعتمد على الاي اي وهو صغير عشان يحل له مشاكله كفيجوال ارتست، تمام،
هو اصلا صغير مش فاهم الاساسيات الفنيه بتاعته بشكل كويس. هو الاساسيات عنده الفاندامنتالز ممكن تكون مهزوزه، غير متكامله، ضعيفه، او ممكن تكون ناقصه في اجزاء معينه. لو جيت تساله مثلا الديزاين ده ناجح ليه ومش ناجح ليه، ما يعرفش يحط صباعه على المشكله فين. هو ممكن يقول لك الديزاين ده في حاجه غلط، ده احساسه كفنان ودي حاجه كويسه، لكن يقدر يوجهك يقول لك المشكله فين؟ لا. الاي اي نفس الموضوع، الاي اي بيقدم لك حل مخبوز متكامل حلو، لكن من غير ما انت فهمت الحل ده حلو ليه او ناجح ليه. وده في النهايه الاعتماد عليه هيسدد ان الشخص اللي تعين ده، الثلاثه اللي تعينوا دول لما كبروا في السلم الوظيفي ده، الاساس بتاعهم كفنانين ضعيف جدا. وبالتالي على المدى الطويل تخيل بقى بعد كده الجيل اللي هم هيربوه، لو الشخص اللي بقى الارت دايركتور او السينيور الضعيف ده اللي الاساسيات عنده كفنان ضعيفه، جه يربي جيل جديد الله اعلم بقى هيبقى عددهم ثلاثه ولا واحد بس، هيبقى شكله عامل ازاي. فهي دي فعليا الازمه الحقيقيه اللي الاي اي بيواجهها للفنانين. وعشان كده اغلب الناس الفنانين الكبار اللي في الكوميونتي بيحاولوا يحاربوا الاي اي، مش عشان حتى يحاولوا كده، دي ابسط على فكره، ابسط المشاكل، لكن عشان خاطر ان الجيل اللي جاي ما يتعودش عليه من الاول، في لا مؤاخذه يخليه يطلع جيل معاق، يعني مظبوط. معاق في الاساسيات بتاعته. هي دي فعلا صميم الازمه. فاهمين؟ مظبوط ان جدا. انت لو حرمت الفنان الصغير اللي هو لسه بيلتحق بسوق العمل من المشاكل اللي هو يحلها، وبين الرحله ان هو يخبط في المشكلات ويحلها، انت كده خلاص، انت كده فعلا بتقطع رجليه وايديه وخلاص بتلغيه. وده رايي على موضوع الاي اي. فالاي اي استعملوه، ولكن استعملوه بحذر. بمعنى لقيته هيفيدك في اي في شغلانه او في تاسك انت عارفه، ماشي استعمله لا بأس، لكن انت اللي بتبقى انت الدماغ والعقل، وانت الايد المسيطره، انت القائد. اياك تسمح للاي اي ان هو اللي يقود التفكير بتاعك، او ان هو اللي يبقى المفكر مكانك. يعني في ناس، عايز اقول لك مثلا، ممكن تخش على ميد جيرني وتقعد طول اليوم تتكتك وتكتب انا عايز كاركتر مش عارف ايه، وفي الاخر لما يطلع صوره عجيبه يقوم منقي حاجه من كده. ده كده هو لغى دماغه وقرر ان هو يعتمد على الاي اي عشان يعمل مرحله الايديشن بتاعه. صحيح هو كان في دماغه بريف وكل حاجه، لكن هو لغى دماغه وقرر ان هو يعتمد على الاي اي ان هو يطلع له افكار. على العكس، استخدام السليم في رايي مثلا سي ان انت خدت البريف، بدات تسكتش، طلعت مجموعه افكار كويسه انت سكتشتها بايدك، اتجاهات مختلفه، بعد كده لمعتها شويه، وسي مثلا انت في النص خلاص انت عملت سكتش، خلصت بقى الاساسيات، عملت طبقت اساسيات التصميم وطبقت في المهارات الاساسيه بتاعتك كفنان وطلعت حاجه سكتشي. انت بقى بعد كده مدخلها مثلا للاي اي وقلت له ساعدني ان انا اطلع حاجه دي مترندره، بدل ما مثلا انا اخدت يومين او يوم كامل ان انا ارندر الحاجه دي، قمت معتمد مثلا على الاي اي ان هو يرندرها لي، زي الميم السخيف اللي كان بتاع مثلا سوري ديبلي ده اللي كان طالع. مم. الناس مش فاهمه، يعني هو بيستعملوه خلاص، لكن فعليا الاستعمال السليم لحاجه زي تكنولوجيا زي كده هي في النقطه اللي انا بقولها لكم دلوقتي دي. لان مثلا انا عملت سكتش بفكره لكاركتر مثلا، وانا حاطط محددات مثلا ان الشخص ده انا عايزه طوله، كتلته، الشيب لانجوج بتاعته بالشكل المعين، كل المحددات اللي احمد مشهورا في محاضرته اتكلم عنها. آه، وانا حددتها في السكتش، بس اللي فاضل هو مرحله يعتبر بنسميها في الشغل دونت ورك، اللي هو ان انا خلاص تحصيل حاصل، انا خلصت التفكير وبدات برندر عشان اظهر الحاجه دي اسلمها وافرجها على الارت دايركت. فدي مرحله وقت، مجرد وقت، مش مرحله ان انا بتعب نفسي تفكير، هي مرحله حرفيه بس. فانا قمت استعنت بالاي اي مثلا في مرحله زي دي عشان يرندر لي الفكره بتاعتي.
ساعتها انا هنا وفرت من الوقت بتاع البرودكشن 8 ساعات شغل. فكده يبقى انا في رايي استخدام الاي اي مبرر وكويس، وهنا انا اللي بقود الاي اي لان انا اللي اديته المعطيات، وكل اللي استعملته فيه حاجه كان انا اقدر فعليا اعملها، لكن لو كان معايا وقت. لكن لو حاجه الاي اي قدم لي منتج انا ما اقدرش اعمله، او مش او مش من مهاراتي اصلا، ساعتها يبقى دي بقى مشكله، يبقى دي بقى استعملها فعلا، دي اسمها كراتش، كراتش صعبه يعني، ان انا بقى فعلا بقى هو اللي بياخدني. آه، بس ده وجهه نظري في موضوع الاي اي. لو هيفيدك طالما انت مسيطر ليه، مش العكس، استعمله ولقيته هي هيحط محل دماغك، هيفكر مكانك، يبقى خلاص تلغي الموضوع ده، وده موضوع سيء للغاية. كلام آه، سليم. متفق طبعا مع كل اللي مصطفى قاله. ولو هضيف يعني حاجة، هي إن لو إحنا بنتكلم إن أنت ككونسبت أرتست في السيشن بتاعتنا دي، أنت إزاي تبقى كونسبت أرتست أصلا؟ فكونك تفقد فكرة إن أنت اللي تجيب التصميم، أنت اللي تعمل الكرييتيف بروسيس وتديها للماشين، فأنت كده خلاص بتفقد قوة، القوة اللي بتخليك موجود في الجوب دي، أو اللي بتميزك عن أي حد تاني. إن هي تعتبر في الآخر هي منافسة، كون إن أي مكان يختارك أنت دون عن أي حد تاني، فإن أنت عندك حاجة مميزة بتقدر تقدمها للصناعة دي، مش مم. مجرد الشكل اللي هو بتعمل ريندرنج كويس، او بتعمل حاجه شكلها بولشد كويسه، لا، لكن كونسبت ارتست من المين فاكتور بتوعه ان هو يدي كرييتيف ايديا يعني مميزه. فطبعا مظبوط انت كده. كونك تفقد ده وتديه للماشين، دي حاجه هتضعفك انت كارتست من الوقت. ده حاجة مهمة جدا ومظبوط جدا الكلام ده. وبرضه على الصعيد نظرة شاملة كده لموضوع الاي اي، يعني ما اعتقدش ان كتير منكم حضر الفترة دي، لكن يعني الجيل بتاعي واللي قبليه مثلا انا واحمد حضرنا النقطة دي. ايام زمان ما كانش فيه اصلا مواقع زي ارت ستيشن وحاجات، ما كانش فيه غير ديفيانت ارت، وديفيانت ارت كان اصلا قول صغير قوي على قبله. قبليه كان سي جي سوسايتي. اه. الفكره اللي انا عايز اقول لك ان الاي اي يا جماعه هو اداه، تمام. ال- الهجه اللي عليه صحيح، هجه قويه، لانه يعتبر نقله نوعيه في طريقه التفكير والشغل، لكن هو في الاول وفي الاخر اداه. زيه نفس الصحوه دي او نفس الهوجه دي ظهرت اول لما الديجيتال فورمات اتعممت في الاندستري. الكلام ده كان في الثمانينات واوائل التسعينات والالفينات يعني. ففي الفتره دي بدأ ظهور بقى الواكم، وظهور بقى الديجيتاليزيشن. كان حرب شعواء ما بين ولغايه دلوقتي على فكره في جامعات عندنا في مصر، ان هي الدكاترة الأكاديميين بيرفضوا تماما شغل الديجيتال، وبيعتبروه كلام هرطقة وكفر وإلحاد، فاهم؟ وإزاي وإزاي وإزاي. لكن في نفس الوقت نفس المعركة دي كانت موجودة في الفترة دي، في حقبة اللي هي بداية ظهور الديجيتال وانتشاره. كان نار في الهشيم زي ما بيقولوا. آه، فكان في معارضين، كان في ناس تقبلت الموضوع. صحيح الديجيتال، عايز اقول لكم حاجه برضو، الديجيتال ما هوش احسن ميديم، ماشي؟ ده خصوصا ان مثلا في تجارب مثلا زمان كانت بتحصل في الكونسبت، ان انت مثلا يعني تخيل كده لو انت كنت بتعمل برزنتيشن لشغلك على ورق حقيقي، على سبوره، وباين حضر لوح زيت وملامس بقى ومدي او نحت وكلام من ده. فعليا التجربه دي في حد ذاتها بتبيع، وفعليا التجربه دي مختلفه تماما على التجربه الديجيتال. لكن ظهور التول دي هي ظهرت بسبب ان هي كانت بتحل ازمه او مشكله، تمام. مم. واستخدام السليم بتاعها كان ان احنا نستعملها في اطار في ان احنا ما نضيعش الاساسيات. هتلاقي كل اللي بيعملوا ديجيتال ارت لازم ولازم ولازم ما فيش
النقاش اصلا ان هو لازم ياسس نفسه في المانيوال او يعني الفن كفنان، الاساسيات الفنيه العاديه الطبيعيه جدا اللي هي مش الديجيتال ارت. يعني الديجيتال ارت تبقى مرحله بعد كده او في النص، لكن ما ينفعش يبتدي يقول انا هبتدي اتعلم ديجيتال ارت بعد كده اذاكر اساسيات. عمرها ما هتحصل ده كده. طبعا ناس كتير للاسف بتقع في الحته دي. ودي حتى ممكن يعني لما نيجي للجزء بتاع الاسئله بقى في الفاينل، لو حد عنده اسئله في الحته دي نجاوب عليها. انا برضه عايز اخد باقي الاسئله بسرعه سريع عشان انت تلحق طب تشرح. انا انت انا كده كده هيجي انا لك عمال اسئله على بقرا. فكره نفس الجزء بتاعك. في السؤال في باقي اللي هو الاسئله. البريف. كان في بعد هل البريف بيتغير؟ في سؤال قبليه بيقول بالنسبه لمجال العمل، هل هناك ادوار تخصصات جزئيه في الكونسيبت ديزاين، مثلا متخصص ازياء، متخصص عمران، او متخصص مركبات الخ، وان الكونسيبت ديزاين يجب ان يكون ملم بكل هذه التفرعات. انا قلت يعني ايه، نوهت عن الحته دي سريعا كده. انا طبعا موجود في يعني كل ما حجم سكيل او كل ما سكيل الاستوديو كبر، التخصصات بتبدا تتخصص اكتر. يعني الكونسبت ارتست مش بيبقى شامل يعمل ديزاين لكل حاجه في البروجكت، ولكن بيبقى فيه كونسبت ارتست للانفايرمنت، كونسبت ارتست للكاركترز، ممكن كمان يبقى فيه كونسبت ارتست للفيكلز او البروبس وهكذا. ولكن انت عشان ككونسبت ارتست او كارتست بشكل عام، عشان توسع من دايره السيرفيسز اللي انت بتقدمها للماركت، يفضل ان انت تكون عندك الابيليتي انك تطلع ديزاين في كل سيكشن من دول. تقدر تطلع ديزاين في كل سيكشن من دول. مش لازم تكون متميز في كل السيكشنز. انت ممكن تكون متميز في سيكشن واحد منهم زي مثلا الكاركترز، ولكن تقدر انك تبيلد بيئة يعيش فيها الكاركتر بتاعك. تقدر انك تبيلد بروب ديزاين الكاركتر يقدر يستخدمه في نفس العالم ده. فانا وجهة نظري ان التخصص الزايد مش بس بيعمل لك ليميتيشن، ولكن بيخليك انت مش يعني ايه، مش بتكتشف مواهبك في باقي التخصصات التانية. انت ممكن لو اديت نفسك المساحة انك تذاكر وتدرس وتجرب وتنفذ في باقي السكشنز التانية، انك تنجح فيها وتعمل عمل متكامل. يعني انا مثلا واحد زي عشان اتست نفسي بحاجة زي كده، بضطر ان انا ابني بروجكت بيزد على قصة فيها كل العوامل دي. اللي ببني عالم اقدر ان انا انفذ فيه، اصمم فيه شخصية بالبيئة بتاعتها، بالاوبجكتس بالبروبس اللي هي بتستخدمها جوه العالم ده. فده بيجبرني ان انا انمي نفسي او انمي قدراتي ان انا اقدر اصمم عالم فيه عناصر واخده دايركشن واحد، يعني بشكل عام. اتمنى اكون جاوبت عليك هنا في السؤال ده. كلام خد مظبوط الاسئله جدا. بسرعه بحيث ايه تخش انت بعدي يعني ايه تعرض الجزء بتاعك. البريف تقلقش انا بمراحل مش مستعجل. بيتغير. آه، انا اللي هعلق عليه في البوينت دي، ممكن مصطفى يبقى يكمل في الجزء بتاعه. ان البريف في البروجكتس بتاعت الجيم الفيديو جيمز، طبعا يعني لو هنتكلم على سكيل انه يبقى ليفل عالي جدا، لان الماركت ده اوريدي ماركت غربي اكتر منه عربي. فهو لو موجود في بروجكت في ليفل زي ده، يبقى نادرا لما البريف بيتغير، يبقى لان هو بياخد البروسيس بتاعته وبياخد الفيس بتاعته، ان هو بيشتغل عليه اكتر من مره لحد ما بيتاكدوا ان هو ان هو يبدا يخش مرحله البرودكشن، ان هو يبدا يخش مرحله الكونسبت ديزاين او الكونسبت ارت بشكل عام. لكن طبعا دي مش يعني مش فاكت في كل الاماكن وفي كل اماكن العمل باختلاف اماكنها، باختلاف سكيلاتها. إن ممكن مصطفى حتى يقول لك على امثله الموضوع ده لا ما متغير فيه. في السؤال اللي بعده بيقول امتى بتحدد الدايركشن او الاسلوب الفني يمشي بالعمل، قولي ده. او ازاي بيتم تنسيق وتوزيع العمل اكتر من فنان في الشغل الضغط بحيث يكون كله متوافق مع بعض. طيب، لكل بروجكت فيديو جيم، طبعا بنتكلم على فيديو جيم، لكل بروجكت فيديو جيم بيبقى فيه دايركتور للبروجكت ده.
الدايركتور ده هو اول واحد بيحط الرؤيه العامه للبروجكت، طبعا بالمساعده مع لو في دايركتورز تانيين معاه، او بالمساعده من السينيورز اللي موجودين في التيم. هم دول اول افراد عمل بيحطوا الرؤيه العامه الاوليه للمشروع. الرؤيه العامه مش شرط يكون واضح فيها كل تفاصيل العمل، ولكن انت كحد مثلا كانفستور جوه البروجكت ده، او كبقيه التيم العمل، يقدر من هو من اللحظه الاولى ان هو يقول اه لا، العالم ده واخد الفتره الزمنيه الفلانيه، ان هو بيحدث في المكان الفلاني، ان هو بيديك مود معين، او بيتوجه ان هو يعرض اتجاه معين فني معين، او تاريخي معين. كل ده بيحدده الارت دايركتور بالمساعده بالسينيورز اللي موجودين في التيم في اول مراحل البري برودكشن، بحيث ان هو من بعد المرحله دي بيسهل على الناس بقى من السينيورز لحد الجونيورز ان هم يعملوا البريك داونز بتاعت الديزاينز. ان هو انا اديت لك دلوقتي الرؤيه العامه للمشروع، يبدا بقى اعمل لي تفصيليات للعالم ده، اعمل لي كل بيلدينج جوه العالم ده شكله عامل ازاي، من اكستيريور وانتيريور، من الداخل ومن الخارج. بقدر اتنقل من كل مكان لمكان ازاي، بانهي وسيله، والوسيله دي لو ليها فانكشن معينه بتشتغل ايه الفانكشن دي، وهكذا. كل التفصيليات دي بتيجي بعد الرؤيه العامه اللي بيحطها الدايركتور بمساعده السيل زي ما احنا. السؤال اللي بعده، بعد اذنكم بلاش صور. اه ماشي. هو تمام. ده خلاص. هو مش كان السؤال في البريف؟ لا احنا عدينا السؤال ده. ليه كده؟ دايما شكلك كنت غايب انت ساعتها. سو فار مش الاي اي، سو فار مش كويس انه يحل محل وظيفه كونسبت ارتست، مش مستبعد. بص يعني زي ما احنا قلنا، حتى الان انت لو حابه ان انت تبقي كونسبت ارتست، لسه عندك المساحه انك تدرسي وتعرفي ازاي تقوي نفسك في المجال ده، وعندك مساحه ووقت انك تعملي بورتفوليو، وكمان انك تاخدي مكان في الاندستري دي لو انت التزمتي بالمعايير المطلوبه عشان آه، اي ارت دايركتور او اي استوديو بيدور عليها في اي كونسبت ارت. لو انت حققت المعايير دي في شغلك وفي البورتفوليو بتاعك وفي مذاكرتك، لسه عندك المساحه انك تشتغلي في الاندستري دي بدون مساعده الاي اي باي اتجاه. يعني انا البورتفوليو بتاعي كله ما فيهوش اي مساعده من الاي اي، الا مثلا يكاد يكون الحاجات القصه المكتوبه لكل بروجكت اللي انا ممكن اخلي الاي اي يساعدني فيها، بما اني مش كاتب شاطر. فممكن اخلي الاي اي يساعدني ان انا يديني قصه بروجكت كويسه. لكن لو في الناحيه الفنيه، انا بحاول قد ما اقدر ان انا ما اعتمدش على الاي اي تماما، لان هو مجرد ما انا اعتمدت على الاي اي هو هيخليني اكسل، او هيخلي جزء من مخي يكسل في ان هو يتعب على فكره المشروع او الفكره المرئيه للمشروع. فانا محتاج ان انا اشغل كل مناطق التفكير في دماغي الخاصه بالتصميم، عشان اقدر احجز مكان في الفيلد ده او في الاندستري دي. كل ما انا اعتمدت على الماشين اكتر، هطلع نتائج يعني بشكل ما ممكن تكون قريبه جدا لناس تانيين بيستخدموا نفس التول. فانا لو عايز اكون مميز وان انا اخلي شغلي مميز لاي استوديو، لازم يشوف شغلي انا مش شغل الماشين، يشوف انتاج انا مش انتاج الماشين. دي اجابتي يعني عن السؤال. ازاي ابتدي اشتغل في المجال ده في مصر؟ طيب مبدئيا الماركت في مصر طبعا في وش الفرايتي بتاعت اماكن العمل وتنوع الفيلدز زي بره. طبعا انت بره في عندك، يعني نتكلم على البلاد الاوروبيه او امريكا كندا، الحاجات دي عندك تنوع في المجالات. يعني انت ممكن تبقى كونسبت ارتست بتشتغل في مجال الافلام، في مجال الالعاب، في مجال الانيميشن، وهكذا. في مصر الموضوع طبعا محدود جدا، لان انت ككونسبت ارتست اصلا كمصطلح كونسبت ارتست مش بتتعامل بالمصطلح ده بشكل كافي في مصر.
فممكن برضو مصطفى بما انه اشتغل مع اماكن في مصر اكتر مني، ممكن هو يفيدك في الحته دي. لكن انا يعني انا وجهه نظري طبعا ان انت لو بتعد نفسك ان انت تبقى كونسبت ارتست، عد نفسك ان انت تتوجه للسوق الاجنبي، او انك تاخد فريلانسنج من كلاينتس بره مصر، لان ده هيوصلك اسرع للهدف بتاعك، انك تحجز مكان في الفيلد ده وتحتك بناس عندها خبرة وناس عندها يعني بوتنشال ان هي تعمل بروجكت مع بعض بره. فلا يعني انا توجهي اكتر ان انت تستخدم الفيلد ده بره مصر. ممكن مصطفى يكلمك اكتر على جوه مصر، هو اوريدي عنده خبرة في الحتة دي. من شويه معلش قلت نجمع ريفرنس من بيور ريف وبنترست. حاجه كمان ايه هي اللي كان التالت ميرو. بس انا مش قصدي منهم انك بتجمعي منهم الريفرنس يعني، انت بتجمعي عليهم الريفرنس. انت بتعملي السيرش بتاعك بره في جوجل مثلا او على بنترست، لكن بتقدري من التول نفسها في فيتشر انك تجمعي بقى الحاجه عليه، يعني تجمعي الصور زي البوم كده، عندك زي البوم مجمع كل ريفرنسز البروجكت ده. فبدل ما يبقى الحاجه عندك متبحتره في كذا فولدر في كذا على الديسكتوب مش عارف ايه الكلام ده كله، لا بتحتفظي بيهم كلهم في بلاتفورم واحد.